تقعدش ترغي كتير. هو فين مسعد الزفت ده؟ انا اعرف هو فين، دي حاجه تضايق. تعالى نشوفه. حاجه يا بابا تدلعك. عايزين ايه يا اولاد حسين بيه؟ انت كنت فين يا زفت انت؟ ايه؟ دي واكله عرس على الصبح دي. انا كنت فين ايه؟ كنت نايم. كنت نايم ايه؟ شكلك كنت في البسين. وانا متخلف انزل البسين واسيب الساونا لمين؟ دخلت الساونا يا ابن حسين بيه طبعا زي كل يوم. الساونا عندكم مولعه نار قايده، خلي بالك انت بالذات اوعي تخشي تقعدي على الخشب على طول وهي مولعه، هتعملي بس كده. حطي فوطه بالليها تقعدي تعملي يح بقى وتلاقي نفسك. بعدين اخش الاستيمر اشد بخار ماء، اشد اشتهشك وبعدين اطلع الزفت اللي في صدري، بعدين اروح داخل بقى على اوضه المساج. ملهاش حل دي بقى. مساج تترمي كده على ترابيزه ومساج طبيعي بقى يا ابن حسين بيه، ويجيبوا البتاع بتاعت الفطير دي، عارفها دي اللي هي بتاعت الفطير، وزيو درجن، بعدين شويه زيتون من فوق على شويه صلصه، تاخدي كده تحطي في الفرن تطلع مهلبيه، بعدين تنزلي البسين بقى تفك العضلات. على فكره بابي عامل الحاجات دي لينا احنا. انا مش عارف اعمل لينا الحاجات دي ليه والله، احنا ما نستاهلش كل ده يا اخوانا والله. انا بقول لك لينا احنا، انت هنا خدام وجربان. لا انا مش خدام، انا زيكم هنا في البيت بالظبط، ولو مش عاجبكم روحوا اسالوا حسين بيه، انا ما اعرفش بيعاملني كده ليه. انت خدام يعني تجري بسرعه تغسل لي العربيه بتاعتي. لما تغسل لي عربيتي اغسل لك عربيتك. وانت عندك عربيه؟ هي عربيتك هي عربيتي يا حمار، مش احنا زي بعض هنا في الشقه في البيت. ثانيه كده، هي مش دي الفوطه اللي انا بمسح بيها وشي؟ ما انا بمسح بيها برضه. ما تشرحش. انتوا مالكم متضايقين ليه؟ لو متضايقين قوي كده انزلوا الجاكوزي، ده انتوا عندكم الجاكوزي مهلبيه، الميه سخنه بتتدفق في جسم الانسان من كل ناحيه، يخليك تطلع من الجاكوزي تقول ايه بقى؟ يا حلاوه الميه السخنه وهي بتجري جوه البوكسر، يا حلاوه الميه السخنه وهي بتجري جوه البوكسر، انا نازل الجاكوزي. عدويه قاعد معانا عمال يغني. انا نفسي افهم بابي ازاي مدلعه كده. والله العظيم ما فاهم حاجه. يا مرنا هانم عندي لك خبر مش هيعجبك. ايه؟ خطيبك جه برا. اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه طاطا بطاطا وجرجر طاطا ورد بيلعب جوه الفاطا. ما تقولش خطيب يا حمار. خلاص خطيباني. وده اسمه ايه؟ طاطا بطاطا وجرجر طاطا ورد بيلعب جوه الفاطا. طب ايه اللي يندهوا؟ انده يا معسله يا طاطا.